السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام عاشور اتغير من بيئة لبيئة. كان في الزمالك التزام واحترام لكل الجماهير، واحترام للكابتن بتاعهم شيكابالا، واحترام لنادي الزمالك. كان بيطلع على السور ويتنطط ويكسره ويطرد حبا في الزمالك. لما راح ميتلاند رجع قعد عندنا شهر ونص حبا في الزمالك. الكارثة انه طلع قال الكلام ده في قناة الاهلي، قال لهم لا، يعني الشوبيري الاول اللي كان بيقول التربية اهم من الملعب يا كابتن امام، قال لك يسعدني ويشرفني وجود امام عاشور معايا. اللي هو قال عليه طبعا، هو قال عليه حرامي، انا ما بقولش عليه، هو اللي قال عليه حرامي من ضمن الهتافات بتاعته. قال لك يسعدني ويشرفني وجود امام عاشور. فجه له اغنيه بتاعت تامر حسني، من كتر الناس اللي بميت وش وحشونا الناس اللي بوشين. احنا كنا بنتفرج على الحلقه دي بالمنظر ده. تخيل بقى في وسط الحلقه دي يقول لهم انا قعدت شهر ونص ابوس على ايد الزمالك واكلم الكباتن عشان ارجع الزمالك، والزمالك ما عبرنيش، فجيت الاهلي الاستبن تاني مره. بعد ما يعني شتمهم في النادي، في ناديهم بتاعهم، شتم الرموز، شتم صالح سليم، وشتم الناس دي كلها. جاي دلوقتي هيبتدي يفوق على الزمالك، فجايب بالونه وبينفخها بالونه بيضه، وبينفخها مطلعها من الشراب وداس عليها. اولا انا بحييه على اصراره. يعني امام عاشور بقاله 9 ماتشات ما جابش جوان، بعد 9 مباريات البالونه في الشراب، طلعها ونفخها وداس عليها. بس هو لما نفخ البالونه وداس عليها هو كده بقى نجم؟ هو كده كدنا؟ ده بالعكس، هو ما قالش علينا عيل صالح كذا والاهلاويه كذا، الحمد لله ما قالش علينا كده، ولا علينا لابس ابيض في ابيض هو زملكاوي ولا ايه. هو قال حاجات تانية. لكن حته ان انت بقى عندك اصرار تحط البالونه 9 ماتشات متتاليه مش عارف تجيب جون، واول ما تجيب جون تروح مطلعها ونافخ كده. على العموم امام عاشور اللي انتوا شايفينه ده خرج من بيئة الزمالك اللي هو كان عندنا، ما قدرش يغلط في اي حد بالمناظر دي. عمل حاجات صبيانية طبعا، اولها خناقته مع الشناوي، تانيها مع مدير الكورة، تالتها مع كهربا، رابعها لما عور يا عيني راجل مع عمر كمال. يعني عمر كمال ابو واحد بقاله اكتر من شهر دلوقتي ايده لسه ما لمتش. يعني انا بشوف الخطيب بيلبس كمامة خايف امام يعرفه من كتر ما بيطيح فيهم. التصرف بقى الصبياني اللي عمله ده عمله امتى؟ لما ابتدت النقاد اللي بتفهم تقول ان هو بقى عالة على النادي، لما يطلعوا الاهلاويه يقولوا احنا غاز هناك، احنا ما تضحكش علينا باغنيه الغزاله، انت لعيب مفلس. فراجل قال لك لا انا كده لا هطول الزمالك الكبير ولا هلحق الاهلي اللي انا كنت عامله ستيبن، لا انا ارجع اعمل بقى ايه شغل النسوان وشغل التلقيح، ومعانا شويه ايه فرافير في الملعب هيساعدونا. زي اللقطه اللي عملها حسين الشحات وما اعرفش ايه القسم اللي جنبيهم ده. اللقطه دي بتفكرني بفيلم محامي خلع، ساعة ما كان بيقيسه قال له 2 سنتي، بس في 2 سنتي، 1 سنتي والتالت مفيش. سبحان الله، يعني جايين يحفلوا بيتحفل عليهم. تخيلوا بقى، بقينا في بيئة عبارة عن تلقيح نسوان، اجيب مذيع عشان يفضل كل البرامج على الزمالك ويلقح زي النسوان، اجيب امام عاشور بعد ما هنا وداس علينا ولسه بيدوس علينا ابتدي افوقه. يا ابني انت كده رصيدك ابتدى يخلص، روح لعمامك وحاول انت تستفزهم. عامة انا طالع عشان اقول لكم ان امام عاشور ده بدايته كان كاس في دورة رمضانية في السنبلاوين وخد ساعتها 50 جنيه. بعد كده راح غزل المحله، بعد كده راح الحرس حدود، بعد كده اتنجم في الزمالك والاهلي حلم بيه. تخيلوا بيحلم بامام عاشور اللي هو يعتبر في الترتيب عندنا في النجوميه بعد شيكابالا وزيزو التالت عندنا بيحلموا بيه. فعايزين يسووه يقول لك ده بقى نجم اوحد بالنسبه لهم، ده حلمهم حراق ما شافوش شيكابالا وزيزو. معلش، اشم رائحه شياط. في الاول في الاخر امام عاشور اللي كسب 50 جنيه في اولها دلوقتي بيعمل كل ده عشان عنده شبع بعد جوع. ده بيتقال عليه البني ادم ده شبع بعد جوع. يعني المنظر اللي هو كان فيه وهو في دورة رمضانية في سيمبلاوين ما كانش لها حق الحلاقة، وكسب 50 جنيه ممكن يروح يحلق بيها. النهارده بقى يتنطط وبقى يعمل بلالين وبيحاول، يعني بعد ما تعدي على جميع الاهلي بيتعدى على جميع الزمالك.
فين اداره نادي الاهلي بقى؟ ده احنا لسه عاملين واجب مع الاهلي، بنعرفهم يعني ايه ادب واخلاق ومبادئ. لما الناس بتاعت بورسعيد اهانوا الشهداء لينا، اهانوا شهداء النادي الاهلي، احنا وقفنا لهم. احنا قلنا غلط، قلنا المبادئ غلط، الكلام ده غلط، الا الارواح الا الشهداء. يجي على طول الماتش اللي بعديه امام عاشور يعمل تصرف صبياني ونسواني، واداره نادي الاهلي ولا رابطه ولا اتحاد الكوره يتدخل. عامه احنا مش هنقلد امام عاشور، لان الكبير بيتحاولوا يوصلوا له. احنا عمرنا ما هننزل لمستوى امام عاشور، ولا في البيئه النظيفه اللي قاعد فيها امام عاشور. عاش الزمالك، نادي الوطنيه والكرامه، اكبر قلعه رياضيه في مصر. في فيديو دلوقتي هيتعمل بقيه انجازات نادي الزمالك بعد التاريخ اللي انا عملته في الحلقه اللي فاتت.